أنا بحب منهوات المورم وكمان بحب منهوات الصيادين والبوابات، بس كل عالم من دول هو عالم لوحده، استحالة خلط العالمين دول مع بعض. ولكن خليني أقولك إن في منهوة دمجت العالمين دول سوا، وأظن هنا هنبقى محتاجين نتكلم عن إن ليه لازم تشوف منهوة مورم لوجن. شبابنا، اخباركم ايه؟ اتمنى تكون فتره العيد عدت عليكم بسلام، وعوده تاني لكونتنت مانجا عويسي الاوريجينال الطبيعي بتاعنا. هو الفيديو اللي فات ده كان استثناء بس لان جات لي فكره فحلبتها في الفيديوهين، انما غير كده زي ما احنا عادي. ورجعنا تاني برضو للوايت بورد المحترمه بتاعتنا الشقيانه الرجوله اللي بتوفر علينا المونتاج. وزي ما انتم عارفين هتلاقوني ببص هنا لان الشاشه بتاعت الوايت بورد قدامي هنا والحاجه كلها قدامي هنا. مورم لوجن عموما بتقدم لنا سرديه متمرده شويه على الاشكال التقليديه لاعمال الايسيكاي اللي بيبقى فيها البطل بينتقل لعالم تاني وبنلتزم كلنا كمتفرجين والبطل نفسه بنفس العالم الجديد. هنا الدنيا مختلفة، بدل ما نلتزم بعالم واحد لا احنا هنقدم لك عالمين متوازيين مع بعض. عالم كوريا الجنوبية الحديث اللي فيه صيادين وبوابات والكلام ده كله، وعالم الصين القديمة عالم المورم. القصة بتاعتنا بتبدأ مع جين تاي كيونج اللي اتقدم لنا في البداية على انه صياد من الرتبة اف اللي هي اقل رتبه، واللي كان بيعيش حياه صعبه جدا. وهنا بقى هنيجي للوسيط اللي هيربط بين العالمين دول وهيساعد البطل في الانتقال. والحقيقه المنهوه قدمتها بابسط الطرق الممكنه، كبسوله محاكاه اسمها ارك 2020 او ارك 2020. بس اللي بيميزها هنا انها مش مجرد محاكاه او واقع افتراضي، لا خالص. الارتباط هنا معقد، بمعنى ان البطل لو مات في المحاكاه هيموت في الحقيقه. المهم لما جين بيدخل اللعبه بيدخل في جسم الابن الثالث لعائله جين، الشخصية اللي كانت بتتوصف بانها قمامة عائلة جين بسبب افتقاره الموهبة والالتزام. وهو كمان كان خمرجي وبتاع نسوان. بص، هو تشونج بيونج بتاع عودة طائفة جبل هواه، بس هو بدون موهبة. كده تشونج بيونج خمرجي وبتاع نسوان برضه. طيب ايه الآلية الزمنية بين العالمين دول؟ الحقيقة يعني انا مش فاكر الآلية، اكدب عليك انافقك ادي لك رقم ويطلع غلط. انا مش فاكر الآلية الصراحة، بس انا هضرب لك رقم وخلاص ويشرح لك الموضوع ماشي ازاي. هي 1 بتساوي 240. لا حاسس الرقم مبالغ فيه شوية. 1 بتساوي 30، يعني 30 يوم في عالم المورم بتساوي يوم واحد في العالم الحقيقي. وتقريبا على حسب ما انا فاكر برضو العكس كذلك، والرقم ده مش صحيح انا بقول لك اهو، بس هو رقم للشرح مش اكتر. يعني هو لو عاش يوم في عالم المورم كانه عاش 30 يوم تقريبا في العالم الحقيقي، او لو عاش يوم في العالم الحقيقي كانه عاش 30 يوم في عالم المورم، حاجه زي كده. هي نسبه بالساعات بس انا مش فاكرها. المهم هنا بقى عندنا بنية عالمين، العالم المعاصر وعالم المورم. في العالم المعاصر عندنا نقابات وصيادين، وفي المورم عندنا الطوائف والعشائر. في العالم الحقيقي مصدر القوة هو المانا، في المورم الكي. نوع التهديد في العالم الحقيقي هو وحوش، بوابات، زنزانات، وطبعا الصيادين نفسهم. في عالم المورم الطوائف الشيطانية وفنانين القتال. ووضع البطل الاجتماعي في العالم الحقيقي صياد في أقل رتبة، وفي عالم المورم الابن اللي ما عندوش موهبه لعيله جين. المهم بقى هنا بتيجي تفصيله مهمه جدا في المنهوه ولازم اقولها لك دلوقتي. اي تطور بيحصل لجين في عالم المورم بينعكس عليه في العالم الحقيقي، ومع الفرق الزمني الكبير بين العالمين فده بيخلق عنصر مفاجاه نوعا ما. والعنصر ده بيبقى في العالم الحقيقي اكتر بكتير جدا من عالم المورم، اللي هو احنا بنبقى مستنينه يرجع للعالم الحقيقي ونشوف القوه بتاعته دي هتظهر ازاي. وده نوعا ما بيكسر بعض من الملل في القصه. انت عندك عالمين، وقت ما تزهق من عالم منهم عندك عالم تاني بننتقل له عشان نشوف احداث مختلفه تماما عن احداث العالم اللي كنا فيه. اي نعم المنهوه اوقات معينه بتطول زياده عن اللزوم في عالم من العوالم، هو عالم المورم عموما، بس في النهايه برضه انت متاكد ان التطويل ده هيجي له وقت ويخلص ونروح لعالم مختلف. وبما اننا خلصنا من العالم نفسه فمحتاجين نتكلم عن البطل جين تاي كيونج. واوريدي انا اتكلمت عن جين تاي كيونج بشكل مختصر جدا في فيديو توب 10 منهوى البطل بتاعهم تعبان في دماغه في قناه اف اي شو، بس اعتقد اننا محتاجين نديله وقت اكتر شويه. هو عموما بطل بيتحرك بدوافع نوعا ما، منهم مثلا الدافع المالي بس بشكل معتدل. هو مش دافع مالي مبالغ فيه زي لويد فرونتيرا او تشونج ميونج، هو الحته دي معتدله عنده نوعا ما. بيحب الفلوس بس مش بشكل مبالغ فيه. وطبعا ما ننساش جانب مميز جدا في مورم لوجن واللي هو الكوميديا. ونوعا ما الكوميديا الملعوبه هنا متزنه جدا. لعبه الكوميديا هنا بتبقى في نقطتين. اول نقطه هي السخريه من نمطيه عالم المورم. عندنا جين اللي جاي من عالم حديث نظرته لتصرفات اسياد
العالم المورم المبالغ فيها بتبقى غالبا يا الدهشه يا السخريه، والنقطه دي عموما بتخليه نوعا ما مكاننا وانت في القصه، اللي هو انتوا اوفر قوي يا جماعه، اوفر بشكل مبالغ فيه. والنقطه الثانيه في نفس الجانب برضه، وهي محاوله جين في استخدام مصطلحات حديثه نوعا ما يفهمهاش اهل عالم المورم، ودي بتبقى نقطه برضه لشويه كوميديا. هو عموما الجانب الكوميدي في المنهوه دي جاي اكتر من عالم المورم، زي شخصيه اخوه الكبير مثلا والافوره بتاعته اللي بتخلي البطل مشمئز منه، بيجي منها لقطات كوميديه حلوه الصراحه. واعتقد كده خلصنا من الكوميديا، نروح بقى للشخصيات الثانويه. وخليني اقول لك الصراحه، هل المنهوه مركزه بشكل كبير جدا على الشخصيات الثانويه؟ لا، بس مش لا خالص. هو يعني في بعض من الشخصيات الثانويه اللي واخده حقها، هي مقدمه لنا عدد من الشخصيات الثانويه غير البطل بشكل كويس جدا وبتركيز على قصتهم. منهم مثلا اخواته الاثنين، اخوه الكبير ده بالذات هو افضل شخصيه اخ كبير في عالم المورم كله، ودي انا ببصم عليها بالعشره حرفيا. 99% من الاخوات الكبار في عالم المورم بيبقوا يا حاجه من الاثنين، يا عايزين يقتلوا اخوهم الصغير يا عايزين يخلصوا منهم عشان يبقوا هم اسياد العيله او رؤساء العيله. انما ده برنس ملك، ده ما عندوش مشكله لو اخوه قال له اقلع ونط في الترعه هينط عادي جدا. وملك النار برضه ايقوني فشخ. وتشونج بونج بتاع جبل هو اجمد واحلى شخصيه في المنهوه دي عموما، هو المفضل عندي. وفي العالم الحقيقي خلينا نعترف ان التركيز على الشخصيات الثانويه قليل جدا، بس برضه هو مقدم لنا نقابه السلام، الشخصيات اللي فيها واخده بعض من حقوقها. ما اقدرش اقول واخده كل حقوقها زي شخصيات عالم المورم، بس واخدين البعض منها. واخيرا محتاج اخدك في مقارنه بين مورم لوجن وبعض من الاعمال او قمه الاعمال اللي بتندرج تحت نفس تصنيفات مورم لوجن، واللي هم 4: سولو ليفلينج، نانو ماشين، واسطوره النصر الشمالي، وعوده طائفه جبل هوا. سولو ليفلينج عشان البوابات، ونانو ماشين عشان السيستم، وعوده طائفه جبل هوا واسطوره النصر الشمالي عشان عالم المورم نفسه. وسولو ليفلينج التركيز اكتر بكتير جدا على البطل المنفرد اللي بيتحول لكيان بارد المشاعر. مورم لوجن بتحافظ نوعا ما على بشريه جين تاي كيونج، البطل بتاعنا لسه بيتاثر بالعلاقات الشخصيه مع عيلته، صحابه، المعلم بتاعه، وكل دول كمان بيساعدوه على التطور، عكس جين وو اللي شخصيته مبنية على الوحدة والقوة المطلقة للدرجة المبالغ فيها. الموضوع هنا لا، جين تاي كيونج اعتقد انه ما وصلش للمرحله دي نهائيا. ضد نانو ماشين بقى، فالبطل في نانو ماشين معتمد بشكل تام على تكنولوجيا مستقبليه بتعمل كل حاجه بالنيابه عنه حرفيا. في الناحيه الثانيه، على الرغم من ان في سيستم في مورم لوجن، الا ان البطل مضطر واحنا بنشوفه بعينينا حرفيا وهو بيعاني جسديا وبيدور على سبل زياده القوه بنفسه، الامر اللي بيخلي انتصاراته منطقيه ومستحقه نوعا ما بالنسبه لي على الاقل. السيستم بيساعده بس مش للدرجه المبالغ فيها الاوفر زي اللي بيحصل في نانو ماشين. لا، هو الراجل هنا بيتعب برضه. ضد عودة طائفة جبل هوا بقى، فإذا كنا هنتكلم من ناحية الكوميديا، فلا، التفوق من ناحية الكوميديا هيروح لتشونج ميونج. كوميديا تشونج ميونج أعلى بكتير، بس في نقطة بيتفوق فيها جين تاي كيونج نوعا ما على تشونج ميونج. البطل هنا معهوش معرفة سابقة، هو جديد بشكل كامل على عالم المورم، عكس شونج ميونج هو في حياته السابقة كان أسطوري ومعاه معرفة كبيرة جدا مساعداه في حياته الجديدة. جين تاي كيونج بقى أبيض خالص في عالم المورم، ضد أسطورة النصر الشمالي، العمل الارقى فنيا في تصنيف المورم الجاد. فمورم لوجن مش بتحاول تنافسها اصلا، وخصوصا يعني من ناحيه الجديه، لا خالص، هي بتقدم لك عالم مورم فيه اكشن مع شويه كوميديا، مش عالم جاد بالكامل زي اسطوره النصر الشمالي. وبس هنا اكون اعتقد اني قدمت لك كل اسبابي عن اني ليه لازم تشوف مورم لوجن. اعتقد يعني ان انا بعت لك البيعه بشكل حلو. ممكن تتفق او تختلف مع الكلام اللي انا قلته ده، عادي جدا، اختلاف الراي لا يفسد في ودي بتاعها، عادي جدا، اختلاف الرأي مش فارق قوي بالنسبه لي الصراحه. المهم قول لي رايك تحت في الكومنتات، وبس اشوفك الفيديو الجاي. سلام.